السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرة خير وخمس أبراج حياتها تنقلب للأفضل، يعني الأمور هتبقى أحسن معاها. الخمس أبراج دول بداية من آخر 10 أيام في شهر إبريل، يعني من آخر كده بداية من يوم 20 أو 21، خاصة 21 إبريل ولآخر شهر إبريل. الخمس أبراج دول عندهم حظوظ كل برج على حسب التحركات الكوكبية التي تمثل بيت العمل، المال، العلاقات العاطفية. كل برج له انفراجة ما، وبعض من تلك الأبراج بتعاني بقالها شهرين أو 3. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الأبراج وليه في تلك المرحلة، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا: اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقة، ودي قناتنا التانية يا جماعة. دي مش القناة عشان الناس ممكن تدخل عليا، مش دي القناة الرئيسية. لو بصيت كده دي قناة تانية ادعمونا فيها، يعني زي قناة احتياطية كده، بس بننزل برضو فيها فيديوهات مفيدة. اللي عايز قراءة برضو سايب رقم القراءات على عنوان الحلقة. اللي عايز قراءة يتواصل على الرقم اللي انا كاتبه على الواتس، ونبدأ في حلقة مهمة لخمس أبراج معانا بأمر الله. هتكون الأكثر حظا آخر 10 أيام، ونبدأ في القراءة لجميع الأبراج. وأول برج معانا هو برج الثور. برج الثور حبايبي، برج الثور حاليا عشان نكون واضحين، انت بتعدي بفترة صعبة. الكثير منكم بيعدي بفترة صعبة، بيعدي بمرحلة فيها ضغوط، امور مش فاهمها اللي بتحصل، حاجات مش مقنعة من شخصيات حواليك. فترة من الفترات التي اللي انت بتعديها حاليا في اللحظة دي. احنا بنعمل فيديو قبل دخول يوم 20 بفترة، لكن انا دايما بعمل فيديوهات بحاول بعملها ببشرة خير علشان الناس ما تيأس. يعني برج الثور لو انت عندك حالة تعب او ارهاق، اصبر فالخير قادم، وقادم لشهور طويلة قادمة بأمر الله. وما تنسوش ان انتوا تحرك اورانوس خلاص على باب الانتقال، يعني في تحرر كبير قادم ليكم. اول برج معانا بالرغم من الصعوبة اللي بتشوفها حاليا في تلك اللحظات، في التوتر، على العصبية، هيحصل معاك انفراجة في كل شيء، في كل شيء في حياتك. لذلك صبرا، فالأيام القادمة أحلى بكثير لمن يعاني. فترة بشرة خير قادمة. وأول برج معانا بأمر الله هينولوا من الحظوظ أو نصيب كبير من الحظوظ هو برج الثور. تاني برج معانا هو برج الجدي. حبايبي، برج الجدي برضو نفس الفكرة، بعض الضغوطات، بعض التعب. التواجد الكوكبي في برج الحمل هو يمثل لك بعض العصبية، التوتر، وإن كان عند البعض بصيص أمل عند البعض منكم، مش الكثيرين، لكن على حسب العشرية طبعا. الفترة هتعدي وهتبقى انت من الابراج الاكثر حظا بدايه من اخر 10 ايام، نتيجه لانتقال الشمس الى بيت محبب ليك وبرج الثور. لذلك انتم من الناس الاكثر استفاده في الامور الماليه وفي العلاقات. يعني عندك انفراجه في الامور الماليه وانفراجه في العلاقات بجميع اشكالها، بجميع الوانها، بجميع كل شيء. لكن الانفراجه الاكبر هي اللي انا ببشر بيها، هي المال. انا عارف في ناس كتير من برج الجدي الدنيا مأزمه معاهم، يعني ماليه. لذلك انتم الابراج اللي هتفرح، وانا عارف اللي نفسها تفرح، لكن بامر الله هتفرح. فتره بشرة خير وهتنقلب الامور للافضل بامر الله، وفتره حلوه جدا. اذا تاني برج معانا هو برج الجدي. طيب ثالث الابراج معانا هو برج العذراء. حبايبي، برج العذراء انت ليك حياه خاصه خلال هذا العام. يعني انا بقول لكم من بدايه العام، من نهايه العام الفائت، ان انتوا داخلين في مرحله كده مختلفه. انت ستكون مختلف، انت ستكون شخص اخر بطريقه تانية، باسلوب تاني. انت ستكون من الابراج التي لديها طريق مختلف خالص عن حياتك السابقه. الانفراجه هنا تاتي بالنجاح. يعني هنقول كده اللي صبر هينول، اللي صبر
هيجيله انفراجه، هيجيله طاقه، بشرة خير، نجاح قادم، خبر حلو لامر انت تنتظره، تقديمات او لامر يتعلق. هو شهر الانفراج حتى في السفر، اوراق السفر، اوراق القضائيه، نجاح في كل شيء هتقدمه عليه. لذلك ابذلوا كامل الطاقه بدايه من يوم 21 لشهر كامل، لشهر كامل، في التقديمات، في النجاحات، في المشاريع، في اي شيء. بشرة خير. رابع الابراج معانا هو برج السرطان. برج السرطان ستكون من اكثر الابراج شعبيه، في شعبيه، في قبول ليك، في انفراجه في ده، في يعني تغييرات ايجابيه كبيره جدا ليك في ده. الشعبيه تطال الكثيرين، والانفراجه في العلاقات، والانفراجه ايضا في جزئيه القبول. القبول، في قبول اتجاهك، يعني في جاذبيه ليك، في قبول للكلام اللي بتقوله، في انفراج على مستوى العلاقات، وايضا تحقيق اهداف هامه جدا لحياتك الفتره القادمه. انا ببشر اهو في تحقيق اهداف هامه جدا انت هتسعى ليها وهتمشي فيها، وهتلاقي اللي يساندك فيها خلال الفتره بدايه من يوم 21 ولمده شهر كامل. انت الاكثر حظا على مستوى العلاقات ونوعيتها، يعني نوعيه العلاقه اللي تناسبك. فتره مهمه ورائعه. اما اخر برج معانا وهو برج الحمل. هنا نتحدث يا حبايبي برج الحمل عن انفراجه في المال، بالرغم من التوزيع الكوكبي الصعب، وده انا نوهت عنه كتير. بالرغم من التوزيع الكوكبي الصعب، في بيتك الاول نبتون ثم زحل وهلم جرة، فعشان كده فترة من الفترات التي هنقول استغل الشهور اللي تعرف تكسب منها. مشاريع جديدة، يكتب شهادة نجاح، انفراجة مالية، حتى لو طالب فلوس، حتى لو قرض أو ما شابه. فترة من الفترات التي يحدث فيها انفراجة حتى على مستوى المال في الأمور القضائية والمطالبات، وعودة للحقوق، وبشرة خير. بشرة خير وخير كتير. فترة مهمة وفترة رائعة ليك يا برج الحمل على مستوى المال، وإن كان في بعض العصبية والتوتر مع بعض الشخصيات في حياتك، لكن المال أنت الأكثر حظا، وهناك تغيير للأحوال. هاي تاني تنويه. الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه، اللي عايز قراءه خاصه، بعمل قراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك السنوات القادمه، ودي امانه، دي امانه. تمام؟ اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه. وما تنسوش تاني ان دي القناه الثانيه ليا، اللي عايز يشترك معانا يشترك. دي القناه الاحتياطيه، وبنحط برضه فيها فيديوهات من وقت لاخر بتبقى مفيده جدا. واللي عايز قراءة زي ما بقول دايما يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده بأمر الله جميع الأبراج تكون دايما بأمن وأمان. سلام عليكم.